تعرف إن شويكار خطفت فؤاد المهندس من صباح؟ طب تخيل إن الأستاذ فؤاد كان هيتجوز الشحرورة قبل ما يدخل في حياة شويكار. طب تعرف كمان إن شويكار جندها صلاح نصر وشغلها في السيكو سيكو، يعني عشان تجيب له معلومات من شخصيات مهمة في عهد عبد الناصر. طب تعرف كمان إنها سابت فؤاد المهندس عشان خاطر شاب صغير لسه ما كانش حد يعرفه، وإنها رفضت لقب سيدة المسرح رغم إن النقاد أطلقوها عليها لمدة سنين. لو حابب تعرف كل التفاصيل دي عن حياة الفنانة شويكار تابع الفيديو لآخره. بس قبل ما نبدأ اعمل لايك للفيديو واشترك معايا في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شويكار إبراهيم طوب صقال اتولدت سنة 38 في اسكندرية. أبوها مصري من أصول تركية وكان من أعيان الشرقية، أما أمها فكانت شركسية. وأصل جدها بقى كان ضابط في جيش محمد علي باشا، وكان لقبه طوب صقال لمكانته الكبيرة في الجيش. عاشت شويكار في مصر الجديدة واتعلمت في المدارس الفرنسية، وكانت معروفة بجمالها الساحر، ويمكن الجمال ده هو اللي هيكون سبب تعاستها المبكرة. شويكار لما وصلت سن ال16 وخلصت الثانوية، والدها أقنعها تتجوز المهندس حسن نافع، مهندس ميسور جدا ومن عيلة مهذب، لكنها اكتشفت بعد الجواز إنه مريض. وبعد شهور ربنا رزقها ببنتها الوحيدة منة الله، وبعد سنتين من الزواج اتوفى جوزها وهي كانت بتدير أعماله، وكانت بترعى بنتها بنفسها رغم ان كان سنها صغير قوي. ويمكن علشان كده قررت تكمل تعليمها ودخلت كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية. شويكار وقتها ما كانتش شايفة حد في حياتها غير بنتها منة الله، واللي بقت مسؤولة منها هي وأمها وأبوها، لدرجة إن بعد فترة نادي سبورتنج اختارها عشان تتوج بلقب الأم المثالية وهي عندها 20 سنة بس، لأنها كانت بتشتغل وبتدرس وبتربي بنتها لوحدها. ورغم إن تقدم لها عرسان كتير لكنها كانت بترفض، وكان عندها عشق للفن رهيب. كانت بتحرص إنها تتفرج على كل الأفلام والمسرحيات، وكانت بتحلم تقف على خشبة المسرح وتلعب أدوار زي فاطمة رشدي وأمينة رزق. بعد التخرج كان المخرج حسن رضا، واللي كان صديق للعيلة وقتها، كان ملاحظ جمالها وخفة دمها، وكانوا لافتين نظره جدا. ومرة قال لها إنها تنفع تمثل وممكن تكون نجمة في يوم من الأيام. رشحها بعد كده لفرقة أنصار التمثيل، وبدأت تدرس التمثيل على إيد كبار النجوم زي عبد الوارث عصر ومحمد توفيق، وقدمت أول فيلم ليها سنة 1960. الفيلم ده كان بعنوان حبي الوحيد، وكان مع عمر الشريف ونادية لطفي. جمالها المختلف بسبب أصولها التركية والشركسية مع رقتها وصوتها كان سبب كبير جدا في شهرتها. اتعرفت وقتها ببسكوت المسرح. بعدها شاركت في عدة أعمال مسرحية، وكانت مسرحية السكرتير الفني فتحة الخير عليها وهي نقطة تحول في حياتها، وشاركها البطولة فؤاد المهندس. المسرحية دي ما شكلتش علامة فارقة في تاريخها الفني بس، دي كانت بداية قصة حب كبيرة بينها وبين فؤاد المهندس، واتوالت الأعمال بينهم وكونوا مع بعض ثنائي كسر الدنيا. وعملت معاه أفلام زي العتبة جزاز وإجازة غرام واعترافات زوج وفيفا زلاطة وغيرهم كتير. ومن الأعمال اللي اكتسحوا بيها كانت الأعمال المسرح بمسرحيات زي سيدتي الجميلة وأنا وهو وهي وحواء الساعة 12 وإنها حقا عائلة محترمة وسك على بناتك، واللي شاركت فيها بصوتها بس. أما قصة جوازهم دي بقى حدوتة لوحدها. في أكتوبر سنة 63 شويكار نفت علاقتها بفؤاد خالص، وقالت مش هخطف راجل من مراته عشان ما تتكررش مأساة أمها واللي عانت من زوجة الأب. شويكار فعلا عانت من قسوة الأهل ورموها في مدرسة داخلية، وعاشت طفولة تعيسة لحد ما كانوا بيعملوا مسرحية أنا وهو وهي. الكلام ده سنة 63، وواقفين مندمجين على المسرح، وفجأة فؤاد راح قايل لها تتجوزيني يا بسكوتة. راحت قايله له ماله. كل ده والجمهور مش واخد باله وفاكر ان الكلام ده في نص المسرحيه، واتخطبوا بعد ما نزلوا من على المسرح على طول. اما الزفاف فكان اثناء تصوير فيلم هارب من الزواج. في اخر مشهد وهي لابسه فستان الفرح راح فؤاد قايل لها ما تيجي نستغل الفستان اللي انت لابساه ده ونروح للمأذون. وفعلا راحوا صحوا المأذون وكتبوا الكتاب. وجت لحظة المواجهة الصادمة لما فؤاد كان راجع مع مراته الأولى من اسكندرية وقال لها في الطريق عفت أنا اتجوزت شويكار. والست سكتت خالص ما نطقتش بولا كلمة، لكن فؤاد كان سامع صوت عياطها من جوه، وقال إن الخبر ده كان سبب مرضها وعياها طول العمر. فؤاد اتجوز شوشو برغم إنه كان متجوز قبلها من عفت السرجاني، جارته اللي وقع في غرامها واتجوزها عن حب، واللي حبته حب أقوى من حب جولييت لروميو. ولما اتجوزوا وجابوا أحمد ومحمد كانت دايما تقول فؤاد عندي أهم من الولاد، ودي كانت مقولة شهيرة عندها لأنها كانت بتعشق التراب اللي بيمشي عليه، وده كان واقع ملموس في حياتها. وعشان كده لما عرفت إنه اتجوز عليها شويكار اتقهرت ومرضت، وعاشت عمرها كله مريضة لمجرد إنه قال لها إنه اتجوز عليها.
ورغم الوجع ده فضلت تخدمه لآخر يوم في عمرها. هي اللي كانت بتخدمه بنفسها، رغم انه بعد ما طلق شويكار مرجعلهاش وخطب غيرها. في الستينات انتشرت إشاعة عن تجنيد شويكار في المخابرات المصرية. شويكار ردت وقالت إن ده كلام كذب، وإنها ما قابلتش صلاح نصر في حياتها أصلا، لكن مجرد ذكر اسمها في جملة مع صلاح نصر كان ممكن ينهي مسيرتها الفنية. شوشو وفؤاد عاشوا 7 سنين مليانة استقرار فني وعاطفي، وكان ليهم مغامرات وصولات وجولات، لكن آخر 3 سنين من حياتهم المشتركة بدأت المشاكل تظهر، واللي انتهت بالطلاق بمنتهى الهدوء. محدش يعرف التفاصيل إلا إن الجرايد قالت كلام كده محدش عارف إذا كان صح ولا لأ. الجرايد وقتها قالت إن في مشاكل بينهم وبين ممثل تاني، وشويكار ضربت فؤاد المهندس بإزازة على راسه. البداية لما كانوا بيعملوا فيلم اسمه عريس بنت الوزير سنة 70، وكان البطل الثالث قدامهم شاب جديد اسمه محمد خيري، شاب وسيم لسه في مقتبل حياته. وأول ما شافه فؤاد غار على مراته جدا، وما كانش بينزله منظور لأنه كان ملاحظ بوادر إعجاب بينه وبين شويكار، وده خلى المشاكل تكبر. محمد خيري كان معروف بمغامراته مع الممثلات، واتجوز زيزي مصطفى قبل كده، وعمل أكتر من علاقة مع ممثلات كتير، وكان عامل فيلم العمر لحظة مع ماجدة، وقالوا إنه كان بيحب ماجدة. شويكار بدأت تدافع عن محمد خيري، وفؤاد المهندس حاول يبعدها عنه ويبعده عن الفيلم خالص، لكن هي رفضت تماما. وفي سهرة كان محمد خيري موجود، دخل المهندس وزعق، وبدأت خناقة كبيرة بينهم، وبعدين سحب المهندس مراته وروحوا على البيت عشان تبتدي الخناقة الحقيقية والدنيا تولع اكتر. وفؤاد يتهم شويكار انها معجبه بخيري، فتروح ماسكه ازازه كاكولا وضربها على دماغه، ونازله من البيت الساعه 3 الفجر على بيت صاحبتها سهير البابلي. طبعا الصحافه ما سكتتش، واتهمت شويكار بخيانه المهندس، والمشاكل دي استمرت لفتره طويله، واتطلقوا مرتين قبل ما يعلنوا انفصالهم النهائي. في فيلم فيفا زلاطة لما لاحظت شويكار ان المهندس عاوز ينفصل عنها، راحت صرحت له بكده، سكت وما ردش عليها، واتطلقوا فعلا رسمي بعد مسرحية سك على بناتك سنة 80، لكن فضلوا أصحاب قوي لآخر يوم في حياتهم. شويكار كانت تطبخ الأكل اللي فؤاد يحبه وتبعته على بيته، وفضلت شويكار مكملة مشوارها تشتغل في أفلام كتير، مرة بطولة ومرة أدوار تانية، بس كانت دايما حاضرة لحد في 2009 المخرج خالد يوسف كلمها وعرض عليها دور في فيلم كلمني شكرا. وافقت وهي فاكرة إنها راجعة بقوة، لكن اللي حصل كان صدمة. بعد ما صورت اكتشفت ان الدور صغير جدا، واتعاملت كأنها كومبارس مش نجمة لها تاريخها، وده خلاها تندم ندم كبير جدا على الفيلم ده، ومن ساعتها قررت ترفض اي حاجة شبه كده. ولما اتسألت عن حكاية محمد خيري ردت بمنتهى الوضوح وقالت مفيش اي علاقة عاطفية حصلت بينا، وكل اللي اتقال مجرد اشاعات ملهاش اي اساس من الصحة. بيقولوا كمان انه بعد انفصالها عن المهندس دخلت تجربة جواز ثالثة مع سيناريست اسمه مدحت حسن، لكن الجوازة دي ما كملتش. ولما سألوها ليه ما اتجوزتش بعد فؤاد قالت إنها ما لقتش الشخص اللي يحل محل فؤاد في قلبها. أما عن آخر مرة طلعت فيها شويكار على المسرح مع فؤاد فكانت مسرحية مراتي تقريبا سنة 90، وللأسف المسرحية ما نجحتش، وكانت علامة النهاية لمشوار فني استمر 27 سنة. بعدها شويكار راحت للراديو وقدمت عدة أعمال كانت ناجحة جدا. بعدها قدمت مع المهندس فيلم جريمة إلا ربع، وده كان آخر عمل ليها مع المهندس في السينما. لما حست شويكار إنها كبرت ونوعية الأدوار اللي اتعودت عليها ما عادتش مناسبة لسنها، ونوعية الجمهور كمان اتغيرت، قررت إنها تغير جلدها وتقبل بالأدوار الثانوية، وشاركت في فيلم أمريكا شيكابيكا وكلام رجالة وكشف المستور، سعد اليتيم، مسلسل هوانم جاردن سيتي، امرأة من زمن الحب. وفي آخر أيامها حصلت لها حادثة صعبة قوي سنة 2016، وقعت واتكسر الحوض عندها، ومن وقتها بقت مش قادرة تتحرك، وبقت معتمدة على غيرها في كل حاجة تقريبا. بعدها اتوفت في 14 أغسطس 2020 عن عمر يناهز 85 سنة. ورغم كل اللي عدت بيه في حياتها من إشاعات وضغط وكلام كتير، خاصة بعد كلام اعتماد خورشيد اللي حاول يربط اسمها بالمخابرات، شويكار خرجت وقالت بكل ثقة إن كل ده افتراء، وإنها عمرها ما كانت جزء من أي حاجة زي دي. شويكار فضلت طول عمرها متمسكة بتاريخها الفني، شايفة إن قيمتها في فنها واحترامها لنفسها، ورافضة تدخل أو تدخل أي حد في حياتها الشخصية. ويمكن الناس تختلف حوالين قصص وإشاعات، لكن الحقيقة الوحيدة اللي محدش يقدر ينكرها هي إن شويكار كانت فنانة كبيرة قوي، وقدرت تسيب بصمة عمرها ما هتتكرر، وعمرنا ما شفنا شويكار تاني لحد النهاردة. وبكده أنا خلصت حكاية النهاردة من حكاية المشاهير. أتمنى حكايتنا تكون عجبتكم، وهستنى تعليقاتكم، وأشوفكم في حكاية جديدة. سلام.